صدقوا كارثه في النادي الاهلي يا جدعان، اصابه نجم الفريق، اصابه خطيره جدا جدا. انا مش فاهم يا جدعان، خبر وحش على الصبح بنصحى عليه يا جدعان. النادي الاهلي بيعلن اصابه نجم الفريق بجزع في الرباط الداخلي للركبه، اصابه وحشه جدا وبتطول يا جدعان. هقول لكم مين هو اللعيب ده وهنزل لكم صورته دلوقتي، بس يا ريت لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تابعني يا اخي، واعمل لايكات كتير واكسب نور اكتر على الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. انا مش فاهم لعنه الاصابات هتفضل تطارد لعيبه النادي الاهلي لحد امتى يا جدعان؟ هو حد لعب يعني بيتصابوا كمان في التمرين؟ خد عندك يا سيدي، ابو عبله طبيب النادي الاهلي اعلن رسميا اصابه طاهر محمد طاهر بجزع في الرباط الداخلي للركبه. حرام ده ولا حلال يا جدعان؟ يعني لعيبه النادي الاهلي بس هي اللي بتتصاب اصابات عاديه؟ يعني اصابات بتطول، اصابات بتقعد كتير، اصابات ممكن بتقعد بالثلاث والاربع شهور، وعالم اللعيبه هيرجع من الاصابه يبقى كويس ولا لا؟ اشمعنى اللعيبه بتاعتنا بس اللي بيحصل معاها كده؟ هو طاهر لعب ماتش اساسا، انا عارف الاصابات دي كلها سببها الدعاء، مفيش غيره. هو امام عاشور من ساعه ما طاهر فرش وهو